اولا، السلام عليكم. انا زيفس، وقبل ما ابتدي في الريفيو احب اقدم شكر خاص لصديقي اللي شجعني ان ادخل الفيلم ده. Fuck you, Thunder! You can suck my... أصبحت برد موت صيفا، دي فريزر شتاء. حملة فريزر فيلم من اخراج سامح عبد العزيز اللي اخرج افلام زي تتح وحلاوة روح، ومن تمثيل هشام ماجد AKA بهير وشيكو AKA شهير. هو انا دايما بفتكرهم كده. وطبعا بيومي في كل فيلم فؤاد. والقصة بتدور قصة القصة بتدور حوالين إن في جهاز خلى مصر طقسها بارد جدا، ولازم بيومي فؤاد وهشام ماجد يلاقوا الجهاز ده قبل ما مصر تضيع. وكالعادة مزايا عيوب رأيي الشخصي عن الفيلم، وهبدأ بالمزايا. آه آه كان في آه أوكي، مش للدرجة دي. الCGI في الآخر ما كانش وحش، الكيمستري ما بين بيومي وهشام كانت لذيذة، وضحكت كام مرة، والتصوير ما كانش وحش. بس أنا مش لاقي مزايا تانية بصراحة. المهم، ندخل في العيوب. الفيلم ده فيه عيوب. اولا، البنية دي ما كانتش بنية فيلم، ومش قصدي حاجة مبتكرة زي ذا نيون ديمون، انما ده بناء وحش جدا لفيلم، عامل زي اكنهم خدوا كتاب نكت وعملوا حواليه سيناريو. فعلا الفيلم كان عبارة عن نكتة وراها نكتة وراها نكتة وراها إفيه وراها نكتة، وده لمدة ساعتين. واحدة ست عندها شوية أرانب بطلوا الحشيش وبيشموا. تن 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 تن. فلاح دخل بمناسبة انفلونزا الطيور، دخل مزرعة دواجن، العصافير طارت. تن 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 تن. بس البلبوسي وفي الساقعة دي يعني كان الله في عونك. تن 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 تن. لك أن تتخيل ساعتين الفيلم كله كان عبارة عن نكت وإفيهات وقلاشات. وده يدخلني العيب التاني، نوعية النكت والإفيهات نفسها مش كلها كانت حلوة، وساعات كتير كانت متوقعة جدا. زي مثلا شخصية هشام ماجد في الفيلم اسمها بعتذر، فأنا كنت متأكد إن هيكون في موقف هيقعدوا يتلخبطوا فيه بسبب الاسم. أنا بعتذر يا فندم انا اللي بعتذر ان انا يا اسمعك سيدي، أنا المخرج سراج الدين بعتذر. فالنكتة المتوقعة ما بتضحكش، وفي من ده كتير في الفيلم. غير كده في نكت طفولية كتير جدا، كان في أطفال كتير ضحكت في السينما، بس الجمهور الكبير شوية لأ. أنا ما بقولش إن النكت كلها وحشة، بس معظمها قلش جامد. تالت عيب كان التلت ساعة الأخيرة. أنا كنت خلاص مش قادر فعلا، ونفسي الفيلم يخلص عشان كان فعلا متعب، وما بيغيرش الريتم بتاعه من أول ما ابتدى. والتلت ساعة الأخيرة كنت خلاص مش مهتم وعايز أقوم أمشي، بس كان لازم أخلصه عشان أعمل الريفيو. آخر عيب القصة. أنا عرفت إن أنا هرمي طوبة القصة من أول ما نص الفيلم خلص. الفيلم مش عايز يعمل قصة أصلا، كان مجرد إفيهات في لوكيشنز مختلفة. فعلا ده ما اسموش فيلم، ده اسمه إفيهات في لوكيشنز مختلفة. ودلوقتي هقول رأيي الشخصي عن الفيلم. ان كيس ما خدتش بالك، الفيلم ما عجبنيش، وهقارنه شوية بلف ودوران. هل ضحكت في الفيلم ده أكتر من لف ودوران؟ بصراحة. بس لو قلنا إن لف ودوران ضحكني 30 مرة من أصل 40 محاولة، يبقى الفيلم يحترم. مش فظيع بس يحترم. إنما إن الفيلم يضحكني 40 مرة من أصل 1522 محاولة، يبقى لأ، دي مشكلة. على قد ما كنت متضايق إن فيلم لف ودوران ما كانش مبدع في البنية بتاعته، إنما على الأقل بنيته مفهومة ومتوازنة. إنما الفيلم ده مفيش أي توازن، ومحاولة رخيصة للأسف عشان يضحك الناس، مع إن المواهب اللي معاه كانت هايلة. شكرا لكل اللي اتفرج على الفيديو، ويا رب يكون عجبكم. وعايز اعتذر يا جماعة، معلش مش هقدر اعمل فيديوهات الثلاث ايام اللي جاية عشان مسافر، بس اوعدكم ان شاء الله لما هرجع هعمل فيديوهات بزيادة ان شاء الله. وعايز اشكركم جدا ان انا وصلت ل 82 سبسكرايبر. وبما انك هنا، دوس على الفيديو ده عشان تشوف ريفيو لف ودوران، او دوس على الفيديو ده عشان تعرف مشكلات DC عاملاها ممكن تأذي بيها صناعة السينما. يا ريت لو عجبكم الفيديو تعمل لايك، شير، وسبسكرايب. كان معاكم أزايفز، السلام عليكم.